صدمة الإعلام الإسباني بعد رفض ياسين بونو لعرض ريال مدريد، وبونو يكشف السبب الحقيقي وراء رفضه لعرض ريال مدريد. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت محب للنجم المغربي ياسين بونو اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ذكر الإعلام الرياضي الأسباني أن المفاوضات تعثرت بين حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي إشبيليا ياسين بونو، وقدم النادي الملكي عرض خيالي لياسين بونو 25 مليون دولار في العام مقابل إعارته لمدة عام ونصف، وهي مدة علاج حارس مرماه الأساسي تييبو. وقد تعرض الحارس البلجيكي إلى قطع في الرباط الصليبي قبل افتتاح الدوري الأسباني بعدة أيام، والنادي الملكي في حيرة حتى الآن بعد أن انطلقت مسابقات الدوريات الأوروبية. لكن النادي الملكي وضع لياسين بونو العقدة في المنشار، وصرح مسؤول التعاقد في ريال مدريد إذا شارك ياسين بونو في المسابقات مع ريال مدريد فسيمنع من المشاركة مع منتخب بلاده. فالمنتخب المغربي لديه مشاركات كثيرة، وأهمها كأس الأمم الإفريقية في كوتيفار وتصفيات كأس العالم، وهذا ما رفضه ياسين بونو وفضل المغرب على مصلحته الشخصية. وقال مسؤول التعاقدات: أنا لم أرى مثل ياسين بونو، رفض أعظم نادي في العالم ورفض الشهرة من أجل بلاده، فهنيئا للمغرب بهذا الحارس. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب لياسين بونو اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.